بمناسبة الفالنتاين وعيد الحب وكده، داير اتكلم لكم عن حاجة بسيطة كده في ثواني. هل الحب حلال ولا حرام؟ خلينا نتفق انه يعني في المجمل كده الحب حلال. وربنا سبحانه وتعالى لما خلقنا زرع فينا الخريزة دي. في الآية الكريمة قال زين للناس حب الشهوات من النساء. طيب الشهوة دي انك انت يعني بتكون يعني عندك الرغبة في غيرك، في الجنس الآخر، يعني ما في شبه. يعني مثلا المرأة بتكون عندها رغبة في الراجل، والراجل عنده رغبة في المرأة. لكن الدين جاب للرغبة دي أو الرغبات دي جاب لها ضوابط شرعية الناس مفترض تتبعها عشان الرغبات دي ما تنفلت مننا ونعمل حاجات يعني خطأ. والحاجات الخطأ دي من ضمنها إنه اختلاط الأنساب والجرائم الزنا والقتل وغيره. سبحان الله إنه الشهوات دي ما بتنتهي بس بالزنا، بتنتهي يمكن يعني تمتد لحد القتل وغيره من الجرائم الثانية. الحب حلال حلال، لكن لما يكون بضوابط شرعية معروفة ومحددة لنا كلنا وعارفينها. لكن للأسف الشديد نحن كمجتمع، كل المجتمعات خلينا نتكلم، لكن أنا دائما بشوف المشاكل أكثر بتقع في مجتمعنا الشرقي أو الإسلامي. في الخصوص يعني إنه نحن متأثرين بثقافة خيرنا في حتة الحب وكده. معظم شبابنا الأولاد منهم بيفتكروا إنه الحب ده عبارة عن وسيلة كويس لإشباع الرغبات الإنسانية كويس. عن طريق إنه اللي هو جذب الطرف الآخر والكلام المعسول وغيره عشان إنه يشبع رغباته. والجانب الثاني اللي هو النسوان بيفتكروا إنه إنك تحبي زول تقدم له كل ما تملكي من أجل إنه تسعديه وتسعد نفسك، حتى لو كانت الحاجة دي خارج الإطار الشرعي أو غيره. ونحن كمجتمعات إسلامية، مجتمعات محافظة، آه، بتهتم بالأسر وبتهتم أكتر اللي هو بتحديد النسل. للأسف الشديد الحاجة دي ما موجودة في بعض المجتمعات الثانية الغير إسلامية. بنلقى إنه كمية المواليد الغير شرعية كبيرة جدا، والحاجة دي بيكون فيها اختلاط أنساب، والواحد الجنبي بيقوم ما بيعرف إنه أبوه منو ولا أمه منو ولا جده منو. فبيكون في جوطة حاصلة. لكن إحنا الحمد لله فضلا من ربنا سبحانه وتعالى ولطفا بينا إنه يعني أنعمنا بالدين الإسلامي اللي قدر إنه ينظم لنا حياتنا وقدر ينظم لنا دنيتنا وآخرتنا، خلينا نقول بانه قدر انه يحدد لنا سنه. يعني احنا كمجتمعات اسلاميه الواحد بيكون عارف من ابوه لحد جده العاشر. الحاجه دي يعني فضلا من ربنا سبحانه وتعالى عليه. مفترض الناس على الحديث اختصارا عشان الفيديو ما يكون طويل. دي رساله للشباب. اول حاجه انه يا اخي انت ما تستخدم بيت بمسمى الحب او العاطفه. ان انت بتشوف انه البيت دي حبتك، مفترض انت تحترم رغباتها دي وتحترم حبها لك ده، وتبقى راجل وقدر كلمتك وتجيبها بالحلال. وكمان رساله لاخواتنا البنات انه انت ما اي زول كلامه كان جميل معناتها انت تسلميه روحك وتسلميه حياتك. في النهايه الموضوع ده الخسران الاول فيه انت البيت. الولد ما خسران حاجه، رغم انه ايوه هو بيخسر، يعني ما بمعنى انه هو ما بيخسر نهائي، لا بيخسر سمعته، بيخسر مكانته الاجتماعيه انه هو زول زاني وزول كده وحاجات كتير جدا. تمام. لكن التاثير الاكبر عليك انت، لانه انت دي بتكون قضيه شرف اول حاجه. تمام. العمليه دي بيترتب عليها حمل ومولود وتفاصيل كثير جدا، والاسره بتتعذب الحاجه دي اكثر منه بكثير. سبحان الله. يعني انا دائما يعني بتكلم في الموضوع ده كثير انه البنت لما تطلع تقابل واحد في الشارع كويس، او تحب عليها واحد وتطلع وتنزل معه، الناس لما بيشوفوها او المجتمع لما بيشوفوها، سبحان الله احنا مجتمع ما بيفتكروا او ما بيتكلموا انها هي، ما بيقولوا فلانه، لا. سبحان الله بيعرفوا اسمها وبيعرفوا كل شيء، لكن بيقولوا اخت فلان، بنت فلان، بنت فلانه. فما بيقولوا اسمها هي. ليه؟ لانه القضيه بيكون اصلا قضيه شرف. فانت يا اختي لما تعملي حاجه زي ده راعي لاخوانك، وراعي لابوك، وراعي لامك، وراعي لاسرتك. تمام. ما تراعي لنفسك انت، تراعي لاهلك واسرتك. تمام. والله يعني سبحان الله. وانا بختم الفيديو دي بالحاجه دي، وانا يعني اتحدى اي بنت مهما كنت يعني بتحبي الزول ده ومهما هو كان بيحبك، طالما انه انت بتسلميه حياتك وبتسلميه كل شيء بالمجان، عمره ما بيجتهد
عشان انه يجيبك في بيت بالحلال، ولو جابك البيت ما بكون واثق فيك. ليه؟ لانه انت زمان كنت لما تقولي داير تقابليه بتمشي بتقولي لامك شنو، بتقول لها والله انا ماشي مع صاحبتي. تمام. فلما يتزوجك لما تكونوا قاعدين في البيت، اخوانا طبعا الزواج بيختلف تماما من الحب. تمام. فلما تكوني قاعده معاه في البيت، لما تقولي له انا طالع ماشي مع صاحبتي، بتذكر الموقف زمان لما قلت كنت ماشي تقابليه وقلت لامك انا ماشي مع صاحبتي، فبيفتكر انه والله انت قد تكذب عليه. فبيحصل هنا شك. تمام. اي علاقه مهما كانت قويه دخل فيها الشك بتنتهي في يوم من الايام. فانت بتدخل نفسك في معمعة وفي تفاصيل، حتى لو استمريتوا ما بتستمروا كثير، ولو استمريتوا كثير بيكون في بيناتكم شك. ولو بقى في شك حيكون ما حتكون ماشي بصوره شنو، دغريه وصوره سمحه. في الختام ربنا يحفظنا ويحفظ اخواتنا وامهاتنا وجميع بنات المسلمين. فبس اتبعوا تعاليم ديننا، بيقول شنو، جاء زول قول له والله يا اخي انا بحبك ذاتي انا بموت فيك، لكن ولا حد يعني الحياه لما تكون في النور قابل عبوي، في الضي بيكون افضل، ربنا بيبارك علينا ونحن نكون ماشيين في السيف سايد يعني. فبس ده اخر ما وصلت اليه من هذا الفيديو. انتظروني بالفيديو الجاي اللي هو معروف هيكون بيتين وعن شنو. لحد زمانك الذبابه جت. الزواوي طبعا يا اخواننا في كل فيديو لازم تطلع، انا ما اعرف هي امورها كم، يعني احنا بنقدم الفيديوهات دي لنا قريب اكثر من شهر وحاجه، فما اعرف قالوا العمر الافتراضي للذبابه قالوا كم يوم، ما اعرف افتونا الدكاتره في الموضوع، لكن الذبابه مكمله معانا يعني. فلحد ما نتلاقى، تحياتي، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.